تخيل انك مغترب او فريلانسر شغال مع عملاء اجانب، وكل ما تيجي تحول دولار او يورو البنوك تاكل نص فلوسك في العمولات وفرق السعر، غير التأخير اللي بيحرق الدم. هنا بيظهر بقى بطل قصتنا النهاردة، تطبيق كريديتي. سند، سبند، سيف، كريدت. الكلمة اللي باختصار ابعت، اصرف، حوش، وابني الكريدت سكور بتاعك. بس هل هو فعلا المنقذ الخارق ولا مجرد فخ تقني جديد؟ كوباية قهوتك وركز معايا في الكلام دقيقة الجايين، عشان هفصص لك التطبيق حتة حتة بعين الخبير مش بعين الإعلانات. ايه هو التطبيق دوت؟ التطبيق ده يا سيدي هو مش مجرد محفظة إلكترونية عادية، حرفيا بنك دولاري في جيبك. فكرته انه بيحل أزمة التحويلات الدولية البطيئة والمكلفة. بيخليك تفتح حسابات بالدولار واليورو، تحول فلوس لدول تانية، وتدفع بالكريبتو يو اس دي سي. اللي بيميزه بجد عن السوق هو انه دامج الذكاء الاصطناعي مع التحويلات، وكمان بيسمح لك تبني تاريخ ائتماني كريدت سكور بمجرد استخدامك ليه. طب لمين التطبيق دوت بقى؟ لو انت فريلانسر بتقبض من بره، او مغترب بتبعت فلوسك لبلد، او شخص بيشتري اونلاين كتير ومحتاج كارت فيزا دولاري، فده معمول علشانك. لكن لو انت بتدور على محفظة تدفع بيها عند السوبر ماركت اللي تحت البيت بالعملة المحلية، فالتطبيق دوت هيبقى معقد على الفاضي ومش بتاعك خالص. هو تطبيق للمحترفين ماليا وللناس اللي حياتها عابرة للحدود. رحلة الاستخدام من الصفر، اول ما بتنزله بتسجل برقمك وايميلك، وهنا لازم تقف وتعمل اهم خطوة، هي التوثيق بالبطاقة أو الباسبور. من غير حسابك هيتجمد، والواجهة متقسمة: قسم الإرسال والتحويلات، قسم للحسابات تابع لأرصدتك بالأجنبية، قسم الكروت. أول إعداد لازم تعمله هو إنك تفعل الحماية الثنائية 2FA، عشان دي فلوس مش لعب. نصيحتي لما تيجي تجربه، ابدأ ب10 دولار بس، افهم الدورة بتاخد وقت قد ايه، وبعدين دوس براحتك. المميزات الحقيقية اللي المطورين مش واخدين بالهم من قوتها، بعيد عن الكلام التسويقي، التطبيق فيه وحش مخفي اسمه المساعد KAI. ده ذكاء اصطناعي جوه تطبيق بتكلمه شات، تقول له حول لي 50 دولار لأحمد، أو احجز لي طيران، وهو بينفذ. كمان عندهم ميزة العائد اليومي، يعني طول ما دولارك رائد في الحساب وهو بيكبر وبيجيب لك فوائد. طبعا الكروت الافتراضية اللي بتطلع في ثواني وتشتغل في أي موقع عالمي، و... وسعر صرف فيها التحويل اللي بجد ممتاز جدا وواقعي. العيوب والمصايب المخفية، والجزء اللي مش هيعجب الشركة اللي عاملة التطبيق. ندخل بقى على التقيل. من واقع تجارب الناس كتيرة والتغويص في التطبيق، في عيب قاتل: لو ربطت كارت بنكي ديبت كارد بحسابك وحصل فيه مشكلة او توقف وحبيت تحذفه من التطبيق، هتتعذب. السيستم مصمم انه يصعب عليك ازالة الكارت القديم، وده شيء مستفز جدا. كمان احيانا بيحصل اخطاء مبهمة، ايرور، لو حاولت تسحب من بعض ماكينات الاي تي ام والرسالة ما بتكونش واضحة ايه المشكلة بالضبط، وده بيوتر اي حد خايف على فلوسه. تريكات وحركات سرية: السر الاول عشان تتفادى الفخ بتاع الكروت اللي ما بتتحذفش، اربط حسابك بكارت افتراضي مؤقت من بنكك، مش كارت المرتب الاساسي. السر التاني: لو البنوك التقليدية معطلة تحويلك استخدم ميزة معطلة تحويلك، استخدم ميزة USDC الكريبتو جوه التطبيق. الفلوس هتوصل في ثانية إلا ثانية، وتتخطى البيروقراطية. مطبات الأمان والخصوصية: ده تطبيق تكنولوجيا مالية، يعني بياخد داتا حساسة جدا عنك. اوعى تفتح التطبيق او تعمل تحويل وانت على الواي فاي في كافيه، والاهم اياك تستقبل مبالغ ضخمة مرة واحدة في اول يوم ليك. الخوارزميات بتعتبر ده خطر امني، وحسابك هيتقفل فورا. للمراجعة، اتدرج في المبالغ. الفخاخ التسويقية: بيبعت لك فكرة ابني الكريدت سكور بتاعك. الكلام ده عظيم لو انت في امريكا او اوروبا، لكن في اغلب الدول العربية السجل الائتماني المحلي مش هيعترف بتطبيق خارجي، فالميزة دي ممكن تبقى وهمية بالنسبة ليك. كمان العائد اليومي ممكن يكون مربوط بحد أدنى الرصيد، فمتتوقعش أرباح لو رصيدك 20 دولار. ازاي ممكن تلبس في حيطة بسببه؟ أكبر فخ هو غسيل الأموال غير المقصود. يجيلك حد أونلاين يقولك هحولك مبلغ على كريديتي، وبعتهولي كريبتو أو محلي وخد عمولة. إياك توافق، ده أسهل طريقة النصابين بيوقعوا بيها الضحايا، وهتلاقي حسابك اتقفل واتعمل لك بلوك، وربما مساءلة قانونية. المقارنات مع الحيتان: لو حطينا قصاد
رايا شيبر كاش تطبيق كريدت بيكسب بالضربة القاضية في حتة موضوع الذكاء الاصطناعي ال AI، وفي انه بيديك عائد على رصيدك الدولاري. لكن لو أهلك في قرية أو مدينة صغيرة وعايزين يستلموا كاش باليد من فروع حقيقية، رايا يكسب لأن شبكته الأرضية أوسع كريديتي للناس الديجيتال اللي بتتعامل أونلاين. الخلاصة المفيدة، يستحق بصراحة بدون تجميل. لو أنت فريلانسر أو مغترب، التطبيق ده كنز وهيحلك أزمة استلام وصرف الدولار، ونزله فورا. لكن لو أنت شخص عادي بتصرف بالعملة المحلية، التطبيق ده هياخد مساحة من موبايلك على الفاضي. أهم 5 مميزات: حسابات فعلية بالدولار واليورو، كروت افتراضية شغالة على مستوى العالم، مساعد ذكي كي اي اي بيسهل التحويلات وحجز السفر، عائد يومي على الأرصدة الدولارية، تحويلات سريعة جدا بالعملات الرقمية يو اس دي سي الكريبتو. أهم عيوبه: صعوبة مستفز في حذف كروت البنكية المربوطة، خدمة العملاء أحيانا بطيئة، ميزة الكريدت سكور مش مفيدة خارج أسواق معينة، أخطاء تقنية متقطعة مع بعض ماكينات الصرف الآلي، واجهة دسمة قد تكون معقدة للمستخدمين المبتدئين. أهم 5 نصايح قبل ما تحمله: وثق حساب بالكامل قبل ما تحط فيه دولار واحد، اربط كارت بنكي مسبق الدفع للتعامل معه بحدود، جرب التطبيق بمبلغ تافه أولا 10 دولار، استخدم نت الباقة داتا في التحويلات، بلاش الواي فاي العام، اقرأ الشروط المخفية لنسبة العائد عشان مفيش حاجة ببلاش. شير ولايك وسبسكرايب للقناة لو مكنتش عارف أي حاجة عن التطبيق، وستنتظر تطبيق جديد.